مباراة خارج التوقعات، ونبدأ بتشكيل صاحب الأرض والضيافة نادي الزمالك. أحمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال عمر جابر. وانطلقت المباراة على بركة الله، والغزوة الأولى والمحاولة الأولى والتصويبة الأولى إلى خارج المرمى. كان يفكرنا يعني بهدف حسين ياسر محمد اللي جابه مرة في الدقيقة الأولى من زمن مواجهة الزمالك والأهلي. عموما عمر جابر، علي جبر، أحمد دويدار، حمادة طلبة، حازم امام، ابراهيم صلاح، احمد توفيق، ايمن حفني، احمد عيد، عبد الملك، احمد علي في المقدمه. لمسه ولعبه، وادي تريزيجيه يقع على الارض، حكم اللقاء بيقول يلعب طريقه بلمه حلوه يا احمد يا عيد، جميله، وعدى مره ثانيه اجمل من باسم، وعدى وهو صاحب مهاره، وفي دفعه من حسام عاشور. حكم اللقاء بيقول ايه؟ بينادي على سعد سمير، بيقول له سيب الكره مش بتاعتك، الكره ضربه حره لاحمد عيد عبد الملك اللي رقص مرتين زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم في الاعاده، خدها بشكل حلو وصاحب مهاره، وبعدين جه على طول يعني كتف بكتف، لكن في دفعه. يعني فرنسا برضو من اساطين الكره الاوروبيه. لكن شوفوا الهجمه المرتده، شوفوا هنا الانطلاقه، شوفوا هنا تريزيجيه اسرع من يصل الى المرمى وتخبط في ظهر جبر وتطلع بره الملعب، تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي هي الاولى في هذا اللقاء. هذا هي ملعوبه وخبطه في ظهر عكس اتجاه كمان. يعني عموما عايز اقول لحضراتكم على لقطه بس نشوف اللعبه دي رايحه ناحيه احمد عيد عبد الملك اللي بيتحرك ناحيه الشمال وعايز يلعب العرضيه، ولعب العرضيه خطيره معديه، انما على طول بيطلع نجيب. في الكرات اللي فاتت لسه ما فيش اي من الفريقين استطاع ان يزعج الحارسين، لكن ادي الركنيه اتلعبت وعلى حدود ال 18. تشويق قويه، روعه يا وليد يا سليمان. واعتقد ان العارضه مش الشناوي، هنتاكد من الاعاده، ودوما في الاعاده افاده. انما ايه طلقه، ادي حازم امام برضه مقفول عليه من صبر رحيل، انما بيعدي وياخد الكره داخل منطقه 18 يا ولد، واحده بواحده. انما الكره عاليه هنا، مستنيين طبعا عايزين الاعاده عشان نحكم ونشوف الشناوي اللي طلع ولا العارضه اللي طلعت، لان ردت الكره بصوره قويه جدا وكانها اصطدمت بشيء. هنا هنشوف مسعد عوض راح يلعب ضربه المرمى. ادي الكره بتاعت حازم امام مع ايمن، وعلى طول دخل يعني يا دوب فرد رجله كده عشان يطلعها من قدام، يعليها من قدام باسم علي. هنشوف تاني ادي الاعاده، ادي اتلعبت حلوه بالقدم اليسرى، العارضه قوه اللعبه. والحكم لسه ما اداش اللعب، ادى الاذن، وعبد الله السعيد بيلعب واحده طويله ناحيه الشمال على طول بتتلعب بالراس وبيطلع الدفاع، وتاني وليد عايز ياخدها كده بالوضع كده وهو طاير، لكن فوق سهله في ايد احمد الشناوي. عايز يعمل الهجمه المرتده، ادي واحده طويله وسريعه، حازم امام داخل في وسط اتنين، صبري رحيل يرجع، توصل تاني نادي الزمالك، هجمه تاني لحازم امام من ناحيه اليمين، حازم وعايز ياخد معاه صبري رحيل يلعبها فيه وياخد رميه تماس لصالح النادي الاهلي. دخلنا على الدقيقه 21 ونص، نقترب من الدقيقه 22 ونقترب اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري من منتصف الشوط الاول. على طول لتريزيجيه لصبري، القدم اليسرى هي اللي تعمل العرضيه، انما مستنيها على طول ويطلعها علي جبر الهجمه المرتده. شوفوا هنا النموذج للمهاره، بيلم يا ولد واحده واثنين، شكل حلو قوي. ايمن حفني يلعبها مره ثانيه مع توفيق، والاماميه والخطوره داخل المرمى، انما على طول بيحط رجله نجيب، وبيقول ايه؟ بيقول ضربه حره ولا بيقول ايه؟ ادي محمد صلاح، واحد من افضل من لعبوا في مركز الظهير الايمن في الكره المصريه، من فرق تدريبيا، يستحق ان يمنح الفرصه كامله. ادي الصراع اللي كان حسام عاشور مع ايمن حفني، وقف على كورته وثبت الجميع ولف بالكره يا ولد وحطها. بقول لحضراتكم عشان الزمالك لمسه تاني، الهجمه المرتده وعلى طول بيعدي، انما يا سلام يا عمر على طول جابر حطها خطيره المره دي داخل منطقه 18، بيدور مين معاه، ما حدش معاه، رجع انما مقريه، ومره ثانيه الكره زملكاويه على حدود ال 18، الخطوره قائمه، المحاوله ارضيه زاحفه سهله عند مسعد عوض. انما تحس يا كابتن خالد ان كرة نادي الزمالك في الوضع الهجومي بتكتسب الخطورة اللي ممكن يكون معاها قص لشريط التهديف. دي الكرة احمد علي لما هربت منه وعلى طول لعبها عند ايمن يا دوب نكشها برجله الشمال، سهلة عند مسعد عوض. واضح جدا زي ما بيقول الكابتن
المقصوره المدرج المواجه المقصوره، لكن بيخرجوا وتصويبه جنب القايم وتطلع وتبقى ضربه ركنيه، والركنيه الثالثه للنادي الاهلي. الركنيه الثالثه للنادي الاهلي من ناحيه عدد كبير يا كابتن خالد، يعني مش 2 ولا 10 الجماهير اللي داخله وداخله في المنطقه الفاضيه تماما. ده واضح جدا. وادي واحده عرضيه عاليه ومعديه توصل على طول، يطلع الدفاع صبري رحيل، استلام صبري يلعبها ناحيه الشمال، تريزيجيه استلم تريزيجيه وعايز يعدي، لم ولعب العرضيه مكان مميز على اللعبه ايمن حفني. هل هتتلعب؟ وادي مسعد عوض وتوجيهاته، وادي دفاع النادي الاهلي كله. هل ايمن وبيلعب على القايم القريب جنب القايم، رايح معاها مسعد عوض لكن جنب القايم، وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. بدا كابتن اشرف الناس اللي بقى دخلت بدات تخرج، وده نتمناه، يعني واضح جدا اهو دخلوا من المدرج المواجه للمقصوره وبداوا يخرجوا منه، لكن مجموعه شباب كتير جدا. يبقى السؤال كيف سمح لهم بالدخول رغم التكثيف الامني المتواجد حول الاستاد؟ ده كلام طبعا مهم جدا، يتجاوز يمكن 500 او 1000 في المدرج هنا من الطرفين. وادي واحده تاني وتطلع محاوله للنادي الاهلي، وعماد متعب وبيلعبها سهله على طول في نص ساعه بالتمام والكمال. اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان والتلفزيون المصري، والتعادل السلبي بدون اهداف، وايمن حفني من ناحيه الشمال وعرضيه حلوه، جول 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 جول. ايمن حفني عدت وخدعت مسعد عوض، كلنا افتكرناها بره وهي راحت في الزاويه من فوقيه، وايمن حفني في الدقيقه 31 بيسجل هدف البدايه لنادي الزمالك لترتفع على طول الرايه البيضاء زي ما بنقول، وتشجيع جماهير نادي الزمالك. ادي المقصوره الرئيسيه، مجلس اداره نادي الزمالك تقريبا بالكامل وعدد كبير، لكن ايمن حفني كابتن اشرف عدى. ادي اللعبه خدعت مسعد عوض وعدت من فوقيه وراحت في الزاويه اليسرى العلوه. هدف اول لنادي الزمالك بعد 31 دقيقه، الزمالك 1 والاهلي لا شيء. إذا يتقدم الأبيض على الأحمر بهدف، يتقدم الزمالك صاحب الأرض والضيافة بهدف بيتعاد قدام حضراتكم. جميل جميل جميل، خدع فعلا مسعد عوض ويعني يحيل الملعب إلى شعلة من الهتاف والتشجيع. الجماهير المتواجدة تهتف وتشجع وتقول ولسه ولسه، وادي هنا بيقول في إيه اللي بيقول، والهتاف الآن يا رب يا رب. ووليد سليمان بيلعب الكرة على طول عالية داخل ال 18، جول الحاويان يتألقان فوق بساط 30 يونيو. مفيش حد احسن من حد. كابتن خالد كامل كان بيقول لكم انذار هنا وانذار هنا، كورنر هنا وكورنر هنا، وادي هدف هنا وهدف هنا، فرحة أولى هنا وفرحة أولى هنا. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 34. يا من تشاهدون اللقاء، الإثارة تهبط فوق سماء استاد 30 يونيو بكرتين والشبيهتين متشابهتين. خدعت الأولى مسعد عوض وخدعت كرة الحاوي الأول يعني أيمن حفني، الحاوي الثاني في هذا اللقاء رغم أنه الأكبر، إنما الكرة بتعمل بند كده من قدام عماد متعب وتسكن ولا أحمد عيد ما توصلش ناحية الشمال، توصل لصبري رحيل، استلم صبري يلعب في نص الملعب. دقيقة 39 وتاني هجمة وباسم علي دخل باسم والشناوي يا ولد يا شناوي، توقع جيد لأحمد الشناوي في توقيت صعب ويطلع الكرة. 40 ايام ولعب ايمن وهدفين، هدف هنا وهدف هنا. بدا على طول ايمن حفني في الدقيقه 31 وتعادل وليد سليمان على طول في الدقيقه 34، ومع صافره الحكم الفرنسي توني شابرو لينهي احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي. ونقول ضربه ركنيه، والركنيه رقم 3 لنادي الزمالك والاولى في الشوط الثاني. ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، حازم امام هو اللي هيلعب. ادي حازم امام على الخط مع المساعد رقم 1 هيلعب، وادي على طول الكره العرضيه وتاني محاوله وباسم علي بيحاول وترجع الكره وتصويبه بالقدم اليسرى، وتاني ايمن حفني جنب القايم وفرصه ضايعه لنادي الزمالك. ادي ايمن حفني على طول بروح رياضيه بيقومه لاعب النادي الاهلي محمد رزق، وضربه مرمى للنادي الاهلي على اللعبه مسعد عوض. ادي اللعبه ايه تاني مره والثانيه، وادي كره ايمن عايز يلفها في الزاويه البعيده ما لفتش معاه كما يجب، تطلع وهيلعب مسعد عوض ضربه المرمى. لعب واحده طويله وعاليه، لسه المحاولات توصل
عاشور طلع له الناحيه الثانيه، وليد سليمان طلع معاه باسم علي، وليد سليمان ادى لباسم علي ناحيه اليمين، يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه ويطلع دار، لكن لسه خطر، توصل على طول لرزق، رزق يلعب ناحيه الشمال، تريزيجيه يلعب العرضيه تخبط في السكه، ترجع لرزق شايط، ترجع تاني شايط عبد الله، ترجع تاني وليد اللي شاط، تاني النادي الاهلي هجمه سريعه للحمراء، تاني وليد سليمان عايز ياخد على الخط، خد ضربه حره مباشره، عايز ياخد فاول، خد فاول من مكان مميز جدا، مكان مميز جدا. اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، 5 دقايق والدقيقه السادسه كابتن اشرف، وضربه حره مباشره من مكان مميز جدا. انما كابتن خالد ملاحظ معايا نفس الفوتوكوبي اللي بيحصل هناك ناحيه احمد عيد عبد الملك، ممكن يسدد على المرمى مباشره، بيلم الاولى الثانيه والمرمى مشرع، يا حفني الكره قدام ايمن حفني. الزمالك فرصه قدام منطقه ال 18 بتبقى اسهل في التنفيذ، لكن هو ما بيستفدش منها لغايه دلوقتي. ايمن بيعدي بمراوغه، يا ولد مراوغه اولى مراوغه ثانيه ياخد فاول، مراوغه اولى مراوغه ثانيه ياخد فاول. ومحمود، وبقول لحضراتكم حسام عاشور بيخاف من الفاولات. ادي اهي الخطا هنا على صبري رحيل، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. مكان وليد تتلعب على طول للصبري، يزحلق الصبري وتقع منه الكوره، وياخدها عمر جابر، ينطلق ويتقدم ويعمل ارضيه خطيره 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 خطيره، ومره ثانيه وثالثه ورابعه، الخطوره متكرره وموجوده وحاضره، لكن ارتبك باسم مرسي وضاعت فرصه هدف ثاني لنادي الزمالك. مفيش كلام. ادي استلام هنا من تريزيجيه، ترقيصه بلمه ويعمل فاول مع احمد عيد عبد الملك، ويبقى خطا لصالح النادي الاهلي. انما بقول لحضراتكم زحلقه كده لصبري رحيل في نص الملعب، كان بيطالب الجهاز الفني بلمسه يد عليه، انما الكره راحت لعمر جابر، انطلق وتقدم ووصل لمنطقه ال 18، عايز يصوب على المرمى مباشره، اتاخر، لعب الكره باتجاه باسم، اتقطع. اهي تاني شوفوا حضراتكم، عدت من نجيب. ادي هنا الراجل يعني حسام عاشور سابه عشان هو كان حاطط في دماغه ان لو لمسه يقع، فبالتالي يبقى ضربه جزاء، لكن هو وقع، وحكم اللقاء قال العب، والكره مرت بامان وسلام على النادي الاهلي صاحب الزي الاحمر في هذا اللقاء اللي بيحل ضيف على الزمالك في ختام الاسبوع ال 18 للدوري المصري. انطلاقه، محاولات، مسك الكره كتير، في ظهور في اماكن هجوم على طول بتتلعب، باصه والثاني ايمن، وايمن يلعب واحده وثلاثه فيهم تسلل، 3 لاعبين تسلل، والحكم المساعد رقم 1 على فكره، الحكم المساعد رقم 1 اسمه هشام زكراني في اصول عربيه، وبالتالي رفع الرايه ومدي القرار، وضربه حره غير مباشره اتلعبت على طول، توصل لمحمد نجيب النادي الاهلي، محمد نجيب بيلم كورته، يلعب لوليد سليمان، وليد سليمان لصبري رحيل، صبري رحيل بيلعبها لوليد، على طول الرقابه معاه. بقول لحضرتك تسجيل هدف لسه 3 دقايق ونص. تاني كرة على طول مصطفى فتحي، استلام فتحي، لم كورته، ترقيصه حلوه، عدى مصطفى فتحي بيحاول، اتضغط عليه، اتقطعت من صبري رحيل، صبري رحيل ماشي صبري، ماشي صبري، يلعبها ناحيه الشمال، على طول هجمه للنادي الاهلي، وتاني تغيير اللعب الناحيه الثانيه خالص، توصل لتريزيجيه، استلم محمود تريزيجيه، تريزيجيه وعايز يجرب، تريزيجيه وعايز يجرب، شاط تخبط، ترجع له تاني تريزيجيه، تصويبه بعيد وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. بقول لحضراتكم الفريقين التقوا مرتين يوم 29 يناير، والمرتين انتهوا بالتعادل، مره 2-2 ومره 0-0. هل تكون الثالثه ثابته 1-1 ولا ايه اللي هيسفر عنه اللقاء؟ بنسير حتى الان في حسام عاشور، يرجع عاشور لسعد سمير، عايز يلعب اماميه مقطوعه، ترجع مره ثانيه زملكاويه عند كوفي، يضغط عليه الاهلي، يرجعها لورا لكن ملعوبه، مره ثانيه اهلاويه، اللعب التعاوني من قدم ابيض لقدم احمر، وصفره النهايه سيداتي يا نساتي سادتي مشاهدينا الكرام، مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، اطلقها الفرنسي توني شابيرو معلنا تعادل الفريقين في الكلاسيكو المصري، الزمالك والاهلي هدف لهدف.